يلا عيدي وراي. تعاهك جيم. تعاهد جيم. روحك راح. أحك هو. أحك هو. أحك هو. إجا الفان. إجا الفان. جيب شو اسمه من تحت الهيديك. شو كانت أول؟ جيب شو اسمه. جيب شو اسمه من تحت الهدايا. لايكي كثير قوية أنت كثير. لايكي. لا سمر بطلة مسلسل ستيلتو الفنانة الكوميدية أمل طالب. تعرفوا عليها وعلى عائلتها وشاهدوا حقائق ومعلومات لا تعرفونها عنها. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أمل طالب نجمة لبنانية جديدة برزت في مجال الكوميديا، واستطاعت خلال فترة قصيرة أن تفرض نفسها على الشاشة الصغيرة، خاصة بعدما تعرف عليها جمهور السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة الماضية. أمل طالب التي كانت تطل مع الإعلامي هشام حداد بسكتشات كوميدية في برنامج لهون وبس عبر شاشة الLBC، اعتبرت أنها مهضومة بالفطرة. أمل طالب كوميدية عفوية تتميز بروحها المرحة وخفة دمها، حائزة على شهادة ماستر في الإخراج والتمثيل. اشتهرت بنشر فيديوهات قدمت فيها نصائح عاطفية بأسلوب فكاهي تحت عنوان قواعد الفيسبوك 40 وقواعد الترك 40 وقواعد القطف 40. فاستضافها برنامج لهون وبس وأصبحت جزءا منه، وأصدرت أغنية بلشوا وشاركت في فيلم فيك بوك. تشارك الممثلة اللبنانية أمل طالب في مسلسل ستيلتو، وهو النسخة العربية من العمل التركي الأصلي والذي تدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق. في حوار خاص كشفت أمل طالب أنها تقدم دورا جديدا ومختلفا، فهي تجسد شخصية سمر التي تعمل في مجال العناية بالأظافر لدى السيدات القاطنات داخل الكومباوند، وتتحدث معهم خلال عملها في كافة الأمور، مما جعلها مطلعة على الكثير من الأسرار والمعلومات. لذلك تعد سمر من الشخصيات المحورية بالعمل، والتي يستعين بها رجال الأمن خلال التحقيقات لمعرفة المعلومات. وأوضحت أمل أن الفترة الطويلة التي قضتها في تصوير المسلسل طوال 90 حلقة كونت من خلالها علاقة جيدة مع جميع فريق العمل. المسلسل بطولة نخبة كبيرة من الفنانين، منهم كريس بشار وسامر المصري وديما قندلفت وقيس الشيخ نجيب وندى أبو فرحات وريتا حرب وكارلوس عزار وبديع أبو شقرة وغيرهم. ويذكر أن أمل شاركت مؤخرا في بطولات فيلم سينمائي بعنوان طرف ثالث، وقدمت أيضا دور رحاب بمسلسل الهروب والذي عرض في كانون الثاني على منصة شاهد، حيث جسدت أمل طالب في فيلم طرف ثالث دور زهرة التي تعيش مع شقيقها في منطقة بعلبك اللبنانية وتواجهها عدة مواقف كوميدية. أمل طالب شخصية قريبة من الناس، لا تتردد أبدا في نشر الفيديوهات من داخل منزلها من دون مكياج أو تكلف، فتشارك لحظاتها مع متابعيها بشكل طبيعي وقريب. تظهر أمل بفيديوهات عفوية برفقة أصدقائها الكوميديين مثل جاد بوكرم وإلي الشمالي وغيرهما، وغالبا ما تحصد آلاف المشاهدات على صفحتها عبر إنستغرام. تتميز أمل بذوقها المميز، فتختار الأزياء المناسبة لشخصيتها، لها ستايلها الخاص الذي يمزج بين الكاجوال والكلاسيكي ويمنحها إطلالة جميلة دائما. تشارك دوما في حملات التوعية التي تطلقها الجمعيات، أبرزها كان الحملة ضد تعنيف المرأة، وشارك فيه العديد من النجوم والاختصاصيين مثل باميلا الكيك ونسرين الظواهرة.
حائزة على شهادة ليسانس في الإخراج والتمثيل عام 2013 وعلى شهادة الماستر في العام 2017 من الجامعة اللبنانية كلية الفنون الجميلة. شاركت أمل طالب في مسرح الأطفال وفي مسرحيات عرضت على مسرح بابل ومسرح المدينة. وعند سؤالها هل ترين أن فرصتك الحقيقية كانت مع هشام حداد أو عبر الفيديوهات التي كنت تنشرينها عبر السوشيال ميديا؟ قالت البداية الكبيرة كانت مع هشام حداد، ولكن كثيرين كانوا يؤكدون لي أنني سأصل إلى ما أريده من خلال الفيديوهات التي كنت أطرحها، وجاء هشام حداد من خلال الفرصة التي أعطاني إياها ونقلني خطوات مهمة إلى الأمام. وربما كنت أحتاج إلى 10 سنوات كي أصل إليها بجهدي الفردي، هذا إذا واظبت على نشر الفيديوهات ولم أشعر بالملل، لأن هذا الأمر يحتاج إلى نفس طويل. بفضل إطلالتي مع هشام زاد عدد المتابعين لي من 20,000 إلى 200,000 خلال عام واحد فقط. من يعرفونني عن قرب ويثقون بموهبتي أكدوا لي بأن بدايتي الحقيقية كانت منذ لحظة ظهوري في برنامجه. وعند سؤال أمل طالب عادة الفنانون الكوميديون لا يملكون أشكالا جميلة بينما أنت تجمعين بين الكوميديا والشكل الجميل، قالت عادة من يقدمون الكوميديا يستفيدون من أشكالهم. أطل على الشاشة بشكل العادي بشعر المجعد ونحف الزائد، ويوجد أشخاص كثيرون يملكون مثل شكلي، وهذا الأمر جعل المشاهد يتوقف عند هذه الناحية. ويقول أخيرا شفنا حدا بيشبهنا، ولا شك في أن شكلي ساعدني كثيرا لأن الناس وجدوا أن هناك شخصا يشبههم ويضحكهم. وعند سؤالها هل كان للهجتك دور في تقبل الناس لك، قالت هي سلة متكاملة، لهجة مع شعر مع مضمون جديد لم يتم التطرق إليه سابقا. وفيما رأت أن حصرها في الكوميديا فيه ظلم لها، إلا أنها تقول في المقابل بكرة ما فيش خلقي بالمسرح. وعند سؤالها من الواضح أنك شخص يتمتع بالكوميديا بالفطرة وليس على الشاشة فقط، فهل تعتبرين أن هذا أحد أسباب تميزك؟ قالت طبعا أصدقائي يرون في إنسانة مهضومة، وهذا ما شجعني على نشر فيديوهات لي، ولا شك أنها ضامتي بالفطرة وأنا لا أتصنعها.